يا صباح الفل، ده يوم من ايام سنة اولى جواز. اليوم النهاردة بقى في حاجات كتير عايزة اعملها، فتعالى اخدكم معايا في يومي النهاردة واقول لكم عملت ايه. اول حاجة كده بدأت بيها هي ان انا احضر فطار. عملت فطار كده على السريع، وعملت كمان كوباية شاي، وقعدت افطر بقى وخلصت فطار الحمد لله. بعد كده قمت اشوف بقى ورايا ايه في البيت. اول حاجة طبقت الغسيل اللي كان على المنشر ورجعته مكانه تاني للدولاب، وبدأت بقى اجهز الغدا. ففرمت البصل كده في الكبة عشان النهاردة هعمل طاجن فريك بالكبد والقوانص. فقلت احضر بقى الحاجة. حطيت بقى نص كمية البصل كده، وحطيت معاها القوانص عشان تاخد تشويحة، وحطيت عليها شوية بهارات. بعد كده بقى كنت جايبة الملوخية بعد ما قطفتها كده، بصراحة كسلت ان انا اخرطها فحطيتها في الكبة كده، فرمتها فرمتين. بعد كده بقى لما القوانص اتشوحت نزلت بباقي كمية البصل وحطيت عليهم الكبدة، سبتها بقى تاخد تشويحة كده. بعد ما اتشوحت حطيت عليها شوية فلفل وشوية بهارات، ونزلت بالفريك اللي انا غسلاه وكنت نقعاه ساعة. قلبتهم بقى كده مع بعض كويس قوي. بعد كده حطيت بقى مية سخنة وسبت الفريك لحد ما يستوي خالص. الملوخية بقى بعد ما خرطتها انا بفرزها ازاي، بجيب كوباية مية او نص كوباية مية سخنة، بحط عليها مرق الدجاج وبنزل عليها كده على الملوخية، وبقلبها بقى لحد ما القوام بتاعها يبقى تقيل كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى بحطها في اكياس وبحطها في الفريزر. فحطيتها بقى في الاكياس بتاعتها ودخلتها الفريزر. وكنت طبعا هعمل بقى ملوخية النهاردة، فما كانش عندي شوربة، حطيت بس مية ومرق الدجاج وورق لورا وحبهان وسبتهم يغلوا. بعد كده بقى دخلت روقت كده اوضه الكنب، لان هي اللي بيبقى فيها القعده كلها، وظبطت الكوشن ورجعت كل حاجه مكانها، والحمد لله بقت زي الفل. كنت بقى جايبه بتنجان عشان اعمل محشي، فقلت اقوره كده بالمره. قورت بقى البتنجان كله وحطيته في كيسه وحطيته في الفريزر لحد ما اجي اعمله. بعد كده بقى عملت التقليه للملوخيه، سمنه وتومه وكزبره، وانا بحط حبه من التقليه كده نيين على الملوخيه. وبعد ما الفريك بقى استوى حطيته كده في الطاجن، رشيت على وشه ملح وفلفل، وحطيت على وشه حته سمنه ودخلته الفرن. وكانت الملوخيه كمان بقى خلصت، والغدا الحمد لله خلصته واتغدينا الحمد لله. وبجد الاكل كان طعمه حلو قوي. بعد الغدا بقى نشرت الغسيل اللي كان عندي عايز يتنشر، وخلصت بقى كده وقعدت اتفرج على فيلم افواه وارانب. بعد كده بقى قمت عشان كنت عايزه اعمل كوكيز، ودي بتبقى بالنسبه لي اسهل طريقه كوكيز بعملها، وبجد بيطلع حلو قوي. هكتب لكم المقادير كلها تحت في الكابشن. عملت بقى على العجينه وحطيت عليها قطع كده من الشوكولاته وسبتها في التلاجة شويه. بعد كده بقى كورتها وحطيتها في الصواني ودخلتها الفرن حوالي 24 دقيقه او 25 دقيقه. بطلعها بقى بفردها كده على صينيه عشان بس تنشف ما تبقاش طريه، وبجد بيطلع طعمه يا جماعه خطير. عملت كمان كوبايتين كده ايس كوفي، وبس كده يبقى يومي خلص. استنوني في فلوج جديد واشوفكم على خير، وباي باي.